انا هنا جيت لكم بعد ما رسمت الحاجب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. لو عايزين تعرفوا طريقة رسم الحاجب شعرة شعرة، الفرشة اللي بنصح بيها اللي هي رخيصة جدا، منتج الحواجب الممتاز اللي انا اكتشفته جديد، هتلاقوا فيديو صغير كده على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك اللي هي عمر عيسى ميك اب ارتست. هسيبها لكم فوق وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ادخلوا عليه عشان خاطر تشوفوا طريقة رسم الحاجب وكمان تعرفوا جل الحواجب اللي انا اتكلمت عنه هو والفرشة ونصحت بيهم. اول خطوه هعملها بقى في السموكي الشimmer اللي انا هعمله النهارده معاكم اني هاخد لون بني. انا طبعا هشتغل على عين واحده عشان خاطر ده درس تعليم يا بنات. هبتدي ان انا اخد اي كحل اسود عندي او جل مثلا. اللي انا بستخدمه ده يا بنات هو كحل اسود من اورفلام. انا بحس ان هو ملوش لازمه بصراحه، فقلت استخدمه ايه كده زي بيز السموكي اللي انا بعمله. وبعد كده باخد اي فرشه دمج بالمنظر ده. اللي انا بستخدمها دي من طقم زويفا اللي هو الصيني يا بنات، اللي هو في الشنطه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. انا الطقم ده استخدمته في فيديو هسيبه لكم هيطلع فوق هنا. استخدمت معظم الفرش بتاعته، وهبتدي ان انا ادمج الطروف بتاعه الجل ده عشان خاطر بس اموهه وما خليش يكون فيه هارش لاين او خط يكون بارز. ولازم اكون ماسك الفرشه من الطرف زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي ان انا ادخل بيه جوه كده حاجه بسيطه، وانا ماسك مرايه هنا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده وباصص لتحت عشان خاطر اوسع مجال للدمج. انا فضلت ادمج لحد ما وصلت للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. طبعا دي حاجه احنا لسه بنظبط عليها. باخد بقى اللي هي باليت بريت هيومن اللي انا كلمتكم عنها دي، وباخد اول لون وهو اللون ده باي فرشه دمج. هاخد منه بالمنظر ده. لازم تنفضه كويس جدا عشان خاطر الباليت دي بتعمل فول اوت. وببتدي ان انا امشي على الكريس او اللي هي كسرة العين، واطلع فوق الكريس حاجة بسيطة عشان ده هيكون الترانزيشن كولر او اللون الانتقالي اللي انا هستخدمه. وممكن ازود عادي مفيش اي مشكلة، بس ماخدش كتير اول مرة واتسوح. لا، انا باخد بالفرشة، ولو عوزت او حسيت ان انا محتاجة ازود اللون ممكن ازوده عادي مفيش اي مشكلة، مش هيقول لا. وببتدي ان انا ادمج بالمنظر ده، واول لما احس ان الفرشه فضي اللي عليها اخرج على بره عشان خاطر اسحب شكل العين بتاعي واديه ايحاء ان العين بتاعتي مسحوبه وكبيره اكتر. انا هنا بدخل على الجزء ده عشان خاطر لو انتي المناخير عندك عريضه تقدري ان انتي تدخلي بالشادو هنا عشان خاطر تدي ايحاء ان المنطقه دي داخله عندك لجوه. بعد كده باخد فرشه الدمج التانية دي من ايكو تولز، هي المبططه، هي فرشه دمج بس مبططه كده زي ما انتوا شايفين. وببتدي ان انا اخد اللون اللي هو الاغمق منه ده شويه، اللون المط البني، وبرده بنفض اي زياده. وببتدي بقى ان انا في كسره العين اغمق اللون اللي انا حطيته قبل ده. وببتدي ان انا بايد خفيفه جدا وبطريقه نص قمر كده ادمج في كسره العين اللون الغامق البني اللي انا حطيته هنا زي ما انتوا شايفين اندمج في لحظه اهو. بعد كده برجع بفرشه الدمج الاولانيه اللي انا كنت واخد بيها اللون الاول، وببتدي ان انا امشي تاني على نفس الخط الاولاني اللي انا كنت عامله عشان بس ادمج الطروف بتاعه اللون البني الغامق اللي انا عملته. من بعدها ببتدي ان انا بصباعي اخد اللون اللي هو جنب الاسود ده اللي هو البني الغامق زي ما انتوا شايفين. ده البيجمنت بتاعه، البيجمنت بتاعه ممتاز. الباليت دي البيجمنت بتاعها حلو جدا. وببتدي ان انا بصباعي احط على الجفن المتحرك كله اللون اللي هو الشمر ده. وعشان احنا حاطين من تحته بيز كريمي اللي هو الجل الاسود زي ما انتوا شايفين اللون بيجمنتد جدا وهيلزق عليه وهيثبت معاكي طول السهرة بالمنظر ده. بعد ما حطيت اللون الشمر بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين برجع بالفرشة اللي هي كان فيها اللون البني اللي انا حطيته في كسرة العين، وببتدي ان انا ادمج الطروف بتاعة اللون الشمر ده واحيي تاني اللون البني اللي انا كنت حاطه في كسرة العين عشان خاطر اللوك السموكي ما ينفعش يكون فيه اي هارش لاينز او خطوط. هنا حطيت كحل انجلوت
في عيني زي ما انتوا شايفين كده اللي هو الجيل لاينر، ونزلته كمان على خط الرموش بالمنظر ده عشان خاطر اخلي السموكي يكون اقوى واخلي شكل عينيا متحدد اكتر. هبتدي بقى ان انا اخد قطنة الودان دي وهمشي على خط الرموش عشان خاطر ادمج الجيل لاينر اللي انا حطيته ده. كل اللي انا بعمله ان انا بمشي تحت خط الرموش حاجة بسيطة عشان خاطر افرده واوزعه لحد ما اوصل للنقطة دي. من بعدها ببتدي ان انا اخد الفرشة اللي هي برضو من ايكو تولز دي، اللي هي بتكون الراس التانية. دي الراس بتاعت الدمج الاولانية اللي احنا خدناها، انما دي بقى الراس التانية دي برضو فرشة دمج مبططة كده صغيرة، وباخد ميكس ما بين الدرجة دي والدرجة دي، انفض عشان لو في اي زيادة، وابتدي ان انا امشي تحت الخط الاسود اللي انا عملته ده عشان خاطر ادمجه واخليه شكله متموه ومتدخن اكتر. وابتدي ان انا اسحب على بره بالمنظر ده لحد ما اسحب الخط ده، وابتدي ان انا اغمض واكمله هنا عشان خاطر ادي سحبه. وبالنسبه للحته الزياده دي هنظبطها وهعرفكم دلوقتي هتظبطوها ازاي بالمنظر ده. من بعد كده برجع لفرشه الدمج الاولانيه وابتدي ان انا ادمج كل الخط اللي انا حطيته عشان خاطر اخلي شكله متموه قدر المستطاع وما يكونش فيه اي هارش لاينز ولا فوق ولا تحت. من بعدها برجع للفرشة اللي هي الانجلد دي وباخد اللون الاسود اللي موجود في بالب بريتي وومن وابتدي ان انا اطبطب اللون ده على خط الرموش بالظبط عشان خاطر احيي تاني اللون الاسود واخلي شكله بارز اكتر واللون يكون واضح وقوي. بعدها برجع اخد الليكويد لاينر ده من بريتي وومن. الدرجة بتاعته يا بنات رقم 02، هي الدرجة تحسوا ان هي على اخضر كده حاجة بسيطة، وابتدي ان انا احطه على مقدمة العين وممكن احط شوية فوق العين بالمنظر ده كده. بصوا يا بنات الريشة بتاعته عاملة ازاي، الريشة بتاعته رفيعة جدا 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 وممتازة لو انت عايزة ترسمي بيها ايلاينر. وابتدي ان انا بصباعي ادمج عشان خاطر اوزعه وافرده وما يكونش فيه اي هارش لاينز فوق، بس في نفس الوقت يتبرز لي فوق العين زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اركب معاكم الرموش. الرمش اللي انا هستخدمه زي ما انتوا شايفين بيكون قصير من قدام وطويل من ورا عشان يكمل لي سحبة العين ويبرز شكل العين. هبتدي بقى ان انا انضف الاي شادو. هاخد اي كومباكت باودر عندي وهاخدها بالفرشه اللي انتوا شايفينها دي، تقدروا تاخدوها بسفنجه باي فرشه عندكم عادي بس تكون صغيره. وببتدي ان انا انضف وكمان اسحب الاي شادو زي ما قلت لكم عشان لو في اي حاجه اتلخبطت الكومباكت باودر تنضفها وتحدد شكل العين وتسحبها اكتر. وابتدي ان انا كمان ادخل على المنطقه دي عشان خاطر اصغر شكل الانف عندي وانضف المنطقه دي لو جه منها كحل اي حاجه لخبطت. الكومباكت باودر هي بتصلح الدنيا دي كلها. واسكت؟ لا، هاخد بقى الدرجه اللي هي الفاتحه خالص اللي هي هنا دي واستخدمها از هايلايتر. هاخد بصباعي الاول وابتدي ان انا احط هنا. بصوا البيجمنت بتاعها عامل ازاي، يعني ما بيهزرش. البيجمنت بتاع البالت دي يا بنات ما بيهزرش. في لمبه على مناخيري، انا حاسس ان في لمبه. هرجع بفرشه الكونتور تاني واخفف شويه من الهايلايتر ده او من الشادو ده. لو عايزين تجيبوا الباليت دي هسيب لكم لينك جروب آية اللي بعتت لي الباليت دي في صندوق الوصف، ادخلوا اطلبوها منها. الباليت
بجد ممتازه يا بنات. زي ما انتم شايفين البيجمنت بتاعها عملت اللوك ده. لو انت ميك اب ارتست مبتدئه، لو انت بنت بتحبي الميك اب وعايزه الوان تكون بارده تقدري ان انت تعملي بيها سموكي زي اللوك اللي انا عملته ده ولوكات تانية كتير. تقدري كمان انت طبعا موجود 3 درجات كونتور زي ما انتم شايفين، استخدمتها كونتور، استخدمتها كمان از هايلايتر الدرجه الفاتحه اللي موجوده في الباليت. الباليت يا بنات ممتازه وبنصح بيها بقوه للبنات الميك اب ارتست المبتدئين او البنات اللي بتحب الميك اب العاديه. بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. عايز رايكم في الكومنتس، وقولوا لي كمان عايزيني اعلمكم ايه تاني واعمل لكم فيديوهات تعليميه ايه تاني. لو عجبك الفيديو ده بتمنى ان انت تنزلي تحت تضغطي على اللايك وتشتركي في قناتي بالضغط على زرار الاشتراك، وتضغطي كمان على الجرس اللي جنبه عشان يجيلك نوتيفيكيشن. ما تنسيش توصلينا لل100,000. انت لما تضغطي على الاشتراك غيرك هيضغط، وكمان هنوصل لل100,000 مع بعض. وبحبكم جدا وتركتكم في رعايه الله. باي باي.